هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتوره بيطري. انا جاي اشتغل عندكم سفير. وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين جو بارل فرونسي كوم لو بتيز اوازو. يا ليبي ان انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا هنا بقى اظبط، خلينا اهندس. ماشي هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل، احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري. هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه؟ انا مؤهل. وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90. نجلة بدر، عايزه تشتغلي ايه النهارده؟ هو النهارده بس ولا كل يوم؟ يعني الوظيفه دي هتفضل ثابته معايا؟ انت اختاري انت عايزه تشتغلي ايه. بصي انا حاجتين، يا مستشاره اعلاميه يا وزيره اعلام. ايه الحاجات اللي انت عايزه تحققيها من خلال الوظيفه دي؟ عايزه اعيد هيكله الاعلام في مصر او في العالم العربي، على فكره مش بس في مصر، انا بقول المنطقه العربيه او منطقه الشرق الاوسط كلها. عايزه اعاده هيكله الاعلام. اهم القرارات اللي انت هتنفذيها ايه؟ هفصل كل الموظفين. طيب وانت تقدري انك انت تعملي ده ازاي من خلال الوظيفه اللي هي مستشاره؟ لا انا هقول لحد يعملها، لان انا واثقه ان انا مش هيبقى عندي الصبر ولا المناهده لانك ازاي تقنعي الناس ان احنا لازم نعيد هيكله هذه الاجهزه الاعلاميه. يعني قرار تعسفي. ما هو لازم يبقى كده عشان نفهم مسؤوليه هذا المنصب يعني، او الاعلام ذات نفسه. في ناس كتير قوي، انا طبعا هقول لك ان اغلب اللي بيشتغلوا في الاعلام ما هماش عارفين حاجه عن الاعلام، وللاسف ان احنا ما عندناش نقابه اعلاميين، فاي حد بيشتغل في الاعلام، والاعلام ده بيأثر في الرأي العام وبيأثر في الفكر وبيأثر في التنميه وبيأثر في الثقافه. فاللي احنا فيه دوت في خلال الفترات الاخيره دي نتيجه اعلام جاهل، انا بسميه كده. هتنظمي ازاي موضوع ان اي حد هيقدم للوظيفه الاعلاميه ان في بنود معينه انت تقدري تتقبليه من خلالها؟ ايه هي البنود دي؟ لا كتير، اولا يكون دارس الاعلام ذات نفسه، فاهم التارجت منه ايه وفاهم الفيدباك اللي هيرجع منه ايه. ضد الموهبه يعني؟ لا، الموهبه دي ليها بعض يعني ليها وظائف تانية. يعني انا مش ما يهمنيش ان انا دلوقتي يعني في موهبه بس الموهبه دي مش لوحدها. ما ينفعش في الاعلام موهبه بس، لا، وما ينفعش يبقى عنده ثقافه وما عندوش موهبه برضه. في الاثنين مع بعض، لازم يكون في موهبه. مقومات الشخص اللي هينفذ لك القرار ده مقوماته ايه؟ دارس، واعي، شخصيه حازمه، واثق في قراراته. بس هيبقى في حرب جامده جدا عليه من خلال القرار اللي انت هتصدريه وهو هينفذه. تفتكري الحرب دي تقدري ازاي انك انت تقابليها؟ انا ما اعرفش، عشان كده هجيب حد يجي يمسك الوظيفه دي يتبهدل هو. لكن انا هيصعب عليا، يعني هطبطب عليك كل شويه اقول له الله يكون في عونك، وحاول تكون متمسك بوجهه نظرك او مؤمن بيها عشان تكمل. لكن انا بصراحه عارفه ان اي حد هيمسك المنصب ده لو نفذ الخريطه اللي انا عايزه احطها هيتبهدل جامد يعني. لان كل اللي موجودين مش واعي، هو بالنسبه لهم الاعلام وظيفه ما هواش فكر، فدي كارثه. التعامل مع الشخص ده من خلالك هيبقى عباره عن ايه؟ صداقه ولا حزم فقط؟ لا، تشاور، يعني نقاش وتشاور، لا صداقه مش هتبقى صداقه، لان انا ما بحبش الصداقه في الشغل على فكره. انا ضد مبدا الصداقه في الشغل خالص. يعني الشغل يعني شغل، صداقه بره الشغل ممكن نسميها زماله يعني. لكن في الشغل لا، لازم يفهم كويس اللي انا بعمله او اللي انا بحطه ده لمصلحه التكوين او الهيكل اللي انا ببنيه. فلو هو ابتدى يكلمني في ان الناس قابله والناس مش قابله، ده غير مقبول عندي، لان في رولز لازم تتحط زي القانون لازم نطبقه. فاللي انا هحطه بعتبره قانون علشان الجهاز ده او الهيكله دي كلها تمشي صح، عشان في الاخر بعد 3-4 سنين هيبقى في فيدباك كويس قوي وهنشوف نتيجه ده. العقاب هيبقى ازاي؟ همشيه، اجيب بدال عادي خالص. انا لا انا عندي مؤمنه بحاجه، الذي لا يصلح لوظيفه يمشي، في حد يجي بداله يصلح يقدر يعمل ده، لازم يكون كواليفايد. والله حسيت ان هو مقصر، لا انا انت مش جايبه حد تدربيه، انت جايبه حد تحمليه مسؤوليه. فانا بصراحه بشوف ان انا احترم اي حد ان هو حاسس ان هو مش قد المسؤوليه يمشي. لو هو مش قد المسؤوليه لازم امشيه عشان اجيب غيره ينجز، ما في غيره يقدر يعمل ده.
الغلطة التي لا تغتفر. في الشغلانه التراجع عن قرارات احنا كنا واخدينها كرولز، ان نتراجع او يتسامح في حاجات. بصي، شغل شغل. انا نظام انجليزي شويه في الشغل، احب النظام الانجليزي في الشغل. لو لقيتي انه الشخص ده عين حد قريبه بس مش مؤهل للشغلانه دي، هو وقريبه يروحوا على البيت ما دي اللي بوظ الدنيا، ده اللي بوظ الدنيا، هو وقريبه يروحوا البيت. انا مع يعني انت بتبني جهاز صح، لازم كل اللي يشتغل فيه يبقى فاهم هو جاي يعمل ايه. حد بقى قريبه، حد صاحبه، حد يعدي له حاجه، كل ده بالنسبه لي المفروض انت. هل هتمنعي تعيين القرايب في مكان واحد؟ بصي، هي حصلت معايا قبل كده واحترمت هذه وجهه النظر، انها احيانا بتخليكي يعني مش تتنازلي، تعفو عن اخطاء. فانا شايفه انها مش صح، الا لو انا لقيت ان حد كواليفايد جدا ومش قادره استغنى، بس هفصلهم عن بعض، مش هحطهم في نفس القسم بالمعنى الاصح، ان ما يبقوش هما الاثنين ليهم علاقه بشغل بعض، عشان ما يبقاش في تعديات او في تجاوزات. النتائج المرجوة اللي انت عايزة تحققيها من خلال الوظيفة دي ايه هي؟ لا، دي نتائج كتيرة قوي. يعني انت لو بنيتي اعلام صح هتبني شعب صح. احنا عندنا الاعلام المرئي والاعلام المسموع اكتر اتنين ليهم تأثير في الوطن العربي، لان احنا عندنا نسبة الأمية عالية. يعني الاعلام المقروء مش هيفيدنا بحاجة، الحرب المعلوماتية اللي هي ماشية على الانترنت مش هيفيدنا بحاجة. الخطر الأكبر من الإعلام المرئي والمسموع، لأن كل اللي مش متعلمين بيلجأوا لده، بتبقى الوسيلة الأسهل، خصوصا المرئي، عشان بيشوف الضيف وهو بيتكلم بنفسه. يعني هيجي عليكي في الآخر فيدباك إن في مجتمع واثق من المعلومة، عنده تنمية بشرية، عنده تنمية ثقافية، عنده تنمية اجتماعية كويسة، تكوين صح سوي، غير مضلل، غير بيسموها ايه اللي هو المربوط وماشي ورا حاجة، مش فاكرة، تبعية، غير متبع لحاجة، عنده فكر وعنده تكوين صح، هيعود على الشعب بس بعد فترة. حتى وقت معين للنتائج دي انها تظهر؟ لو ابتديتها النهاردة بتكلم في 5 سنين، بس يمشي على نفس السيستم. 5 سنين، لان انت عندك نسبه اميه عاليه جدا. دي تعتبر مده انا بالنسبه لي قصيره مش طويله، قصيره مش طويله بالنسبه للمجتمع، في نسبه اميه عاليه. اتمنى لك كل الحظ، وهنشوف اذا كانت الوظيفه دي هتبقى من نصيبك ولا لا. انا ما اتوظفتش انا بعد كل ده خدته افكاري هو انا كده اترفدت متشكرين جدا. انا ذات نفسي ما بنتش في الوظيفه وعماله اعين متشكرين جدا، وهندرس الموضوع. شكرا. طب اقدم طلب في اي سؤال انت كنت عايزاني اساله لك ما اتسالش؟ لا، لان عمري ما حد سالني الاسئله دي. يعني انا اول مره على فكره افكر في الوظيفه دي، لان دايما وانا صغير كل مرحله ليها وظيفه تانية. بس بقى لي فتره نفسي اشتغل مستشار علمي، يعني بس يجيبوا لي الموضوع واقول ده ينفع، ده لا يصلح، ده يصلح، ده لو حطيناه مع ده هيطلع كذا. لكن بقى لها فتره، يعني هي لازقه في دماغي، يمكن بعد فتره هرجع اشتغل حاجه تانية. عايزه تقولي حاجه؟ لا يا حبيبي، ميرسي بجد، ميرسي قوي، شكرا على اللقاء الجميل. ميرسي ليكي. ميرسي يا حمزه. هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتورة بيطري، انا جاي اشتغل عندكم سفير. وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين je parle français comme le petit oiseau. يا ليبي ان انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا هنا بقى اظبط، خلينا هندس. ماشي هندسه. صلاة النبي أحسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل، احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدته افكاري هو انا كده اترفدت. تشوفي ايه، انا مؤهل. وشايف نفسك تقدر تسد بالشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90.